لا تعايرني ولا عايرك، التعادل طايلني وطايلك. ده لسان حال جماهير الكرة المصرية، جماهير ناديي الأهلي والزمالك بعد انتهاء مباريات الأسبوع التاسع. اتعادل نادي الزمالك بعد مباراة ضعيفة وأداء باهت أمام المقاولين العرب بدون أهداف، وكاد كمان نادي المقاولين العرب إنه يخطف نتيجة المباراة. بعديها وبدقايق لعب نادي الاهلي امام نادي سموحه، وجماهير الاهلي مستعده للشماته، وتعادل نادي الاهلي امام نادي سموحه بعد اداء ابهت، وخرجت المباراه بدون اهداف عشان يخرج نادي الزمالك بنقطة واحدة في الأسبوع التاسع أمام المقاولين العرب، وكمان الأهلي بنقطة يتيمة أمام نادي سموحة، ويكون الحوار بين جماهير الناديين زي ما قلت لحضراتكم، لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. الفريقين اتعادلوا في الاسبوع التاسع وقدموا كمان اداء سيء. جماهير الفريقين مش راضية عن الاداء. جماهير النادي الاهلي هي الاكتر قلق. الاهلي زي ما احنا عارفين من ساعة ما جاله خبر انه رايح كاس العالم للاندية، والاداء من سيء الى اسوأ. كمان جماهير نادي الزمالك مش راضيه، لان الزمالك في المركز الثاني بعد النادي الاهلي زي ما انتم عارفين، رغم ان الزمالك فايز بدرع الدوري البطولتين السابقتين وهو حامل اللقب، والجماهير عنده طموح انه يفوز بالبطوله الثالثه في ظل ضعف اداء النادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين ترتيب الدوري العام بعد انتهاء الجوله التاسعه، النادي الاهلي متصدر البطوله برصيد 23 نقطه، اما نادي الزمالك فبيجي في المركز الثاني برصيد 21 نقطه، وبيجي وراهم في المركز الثالث وبرصيد 19 نقطه المرعب نادي فيوتشر. وصعد نادي الاتحاد الاسبوع ده للمركز الرابع برصيد 18 نقطة عشان ينضم للمربع الذهبي. ده ترتيب صدارة الدوري العام بعد انتهاء الاسبوع التاسع، الاهلي المتصدر، الزمالك الوصيف، فيوتشر الثالث، الاتحاد في المركز الرابع. ده كان ملخص سريع لما اسفر عنه الاسبوع التاسع الباهت في ادائه، اللي كان فيه 4 مباريات انتهت بالتعادل السلبي. بصراحه فرق كبير جدا من اللي شفناه في كاس العالم وبين اللي احنا بنشوفه في الدوري العام المصري. ما تنساش تدعم الفيديو ده بلايك عشان يوصل لغيرك، وتتابعنا عشان يوصلك منا دايما كل جديد. نشوف حضراتكم على خير.